عايزه بقى ارجع معاكي كده من الاول هم. وتحكي لنا سريعا او مش سريعا ها. براحتك خالص. بدأتي ازاي وامتى؟ طيب هي مبدئيا رياضة الرالي هي رياضة في مصر من سنين كتيرة، وفي أبطال بنات من زمان، من السبعينات، يعني مش احنا لسه داخلينه جديد أو حاجة لسه جديدة في مصر. ومش في مصر بس، لا، في العالم كله، في كل البلاد. أنا دخلت الموضوع إزاي؟ كنت في رحلة عادية خالص في الصحراء في سيوة، ولقيت البدو هناك بيسوقوا بطريقة مختلفة جدا. بيطلعوا الديونز، هي الصحراء فيها الديونز، الكثبان الرملية، وبيسوقوا بسرعة وبقلبهم كده قوي في السواقة. فبعدين موضوع شدني جدا، فعرفت ان في سباقات في الصحراء، وعرفت كل الخطوات بتاعتها، وانا بسوق بسرعة بزيادة في الشارع. اساسا بقى فيا جماعه لو شفتوها في الشارع اجروا. بسوق بسرعة، وده خطر طبعا، وخطر عليا وخطر على العربيات التانية. وكان أي بقى ولد بيشوف إيه ده، بنت بتسقط نقلات وبتجري وبتاخد غرز، فبيتحمس فبيجري ورايا، فبنشد مع بعض. فمنشد مع بعض على الدائري بقى في مصر وكده. فحسيت لا خطر، يعني أنا كان هيحصل لي موقفين يعني كانوا صعب، كنت هتقلب وكنت هلبس في تريلا. فقلت لا، ليه أغامر بحياتي وكده. ففي تراكات في مصر يعني روحي طلعي الادرينالين هناك، زي سباقات الكارتينج او الدريفت او السبيد. ابتديت الكارتينج، دخلت بطولات في القاهرة وشرم الشيخ، دي البداية خالص بقى. بعدين رحت للسبيد، عملت عربية بنيتها كلها بكل التعديلات. بعدين حبيت الرالي اكتر، حبيت التراك المفتوح. لما تقولي بنيت عربيه يعني ايه؟ يعني العربية العادية مثلا، لو مش عايزين نقول ماركات برضو، لا مش هنقول ماركات، ما انا قصدي بتبقاش انتي بتصنفيها وبتشكليها بحيث انها تكون عربيه سباق مؤهله للسباق. من الموتور طبعا بتغيري، عايزه قوه اكتر في الموتور، السسبنشن بتاع العربيه، المساعدين، نوع الكاوتش كمان، بتغيري حاجات في العربيه ما بتبقاش زي العربيه الستوك اللي احنا بنشتريها في مهيئه ان العادي. انت تعرفي تجري بيها بالظبط، علشان في كاتيجري جوه كل سباق على حسب الهورس باور بتاعك او السي سي او كده. ده الكلام ده بدأ وانت عندك كام سنه؟ من 9 سنين تقريبا، كان عندي 32. اوكي. انا عندي 38 دلوقتي، انا مواليد 86، فاللي هو اخدت في الموضوع بقالي 7-8 سنين في مجال العربيات. بس انت عارفه ايه اللي انترستنج في الموضوع ده؟ ان انت تبدأي شغف مختلف تماما في الثلاثينات. عادي، نيفر تو ليت. ده مليون في المية. It's never too من late. اكبر المؤمنين بالموضوع ده. بالظبط. فمن حبي في السرعه والتعديلات والعربيات حبيت الرالي، ان انتي تراك مفتوح وبتشوفي تضاريس كتيره حلوه وانتي ماشيه، فجاه تلاقي نفسك في صحراء لونها اسود، صحراء صفراء، جبال، رمله ناعمه. فانتي ازاي بتهيئي نفسك، ثقتك في نفسك وفي العربيه، ان انتي هتقدري تخشي كل التراكات دي. ازاي بتعمليها ازاي دي؟ طبعا انا عارفه هو سؤال جنرال قوي، بس رضوى اللي بتخاف أيوه. من السرعه ومن الارتفاعات واضح ان انتي بتسوقي كده زي البنات بصي ولا؟ انا دلوقتي انا ولادي طبعا بيكرهوا ان هم يركبوا معايا، وبالنسبه لهم اي مشوار نروح مع بابا عشان ماما هنقعد فيها 3 ساعات بابا أسرع. وهتمشي بشويش بس انا ما كنتش كده وانا صغيره. يعني وانا صغيره كنت متهوره في السواقه احنا شويه. سيم جينيريشن، يعني احنا 83 فمن وانا متهوره كده وانا سايقه وبتاع. بس الواحد بقى ايه، مره واحده لقيت بقى معايا كار سيت في العربيه، ايوه، معايا طفل قاعد ورا، وبعدين بلد غريبه، وبعدين طرق السواقه مختلفه. فانا بقيت مستمتعه جدا بسواقتي، ممله يعني اللي هو ايه طالما بوصل كده. لا ده الصح. لا وبعدين بدل ما تلاقي حد جنبك عمال ياخد غرز وبيجري بركن صدقيني بركن اللي هو اتفضل، لا انا مش عايزه ابوظ فرحتك تهور الشباب ده. بس انتي بتقولي بتغلب وبقوي ثقتي بنفسي بالحاجات ده حقيقي. دي، عملتيها ازاي؟ بصي، هي اول حاجه خالص ان ده اغلبيته مجتمع ذكوري، وان انتي بنت وشايفه نفسك، وما تخليكي بقى في المطبخ وخليكي في البيت او مع في شغلانه حلوه لذيذه مكتب وترجعي. هي معروفه كده يعني، فاهمه؟ لا والله انا اخترت عربيه ووضبطها، كونت فريقي، ناس واثقين فيا وانا واثقه فيهم، شجعوني جدا، غير كمان تشجيع اهلي ليا. فريقك رجاله ولا ستات؟ رجاله، كلهم رجاله. وان انت تبقي واقفه ست وسطيهم عادي.
بس هم بيحبوني وانا بحبهم. لا ناس محترمه وجميله. كان فتره معايا الكو درايفر بتاعتي كانت بنت، وكانت الكيمستري ما بيننا كانت لذيذه جدا والله. بس ومن هنا ابتديت حطيت رجلي. واهلك بيشجعوكي جدا، ابويا وامي رحمه الله عليهم الله يرحمه كانوا بيشجعوني جدا. ابويا حبيبي كان على طول بيفضل يتفرج عليا في التلفزيون، كل حلقاتي، كل الانترفيوهات في التلفزيون، الراديو، المجلات، الجرايد، بيفضل حاططهم ويتفرج، وعلى الإعادة كمان، اللي هو بقول له بابا انت ما ملتش يا حبيبي، اروح اجي لسه فاتح الحلقة. مثل يحتذى بيه، لان ابهات كتير مش تبقى عايزة ده لبناتها. ابهات كتير هتقول لك في البداية خافوا جدا، خوف سلمى هتتقلبي، سلمى هيحصل لك خوف حاجة، احنا خايفين على عليكي. صحتك ولا من المجتمع ونظرته؟ لا 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 ما يفرقش عليا انا. لو انا حصل لي حاجة جوه العربية، فانا بانيه ثقة كانت رهيبة ما بيني وما بين اهلي. وامي برضو رحمة الله عليها كانت على طول بتحضر معايا السباقات، وبنتي داليدا كانت على طول. الله اسمها جميل. عشان هقولك على حاجة. قولي لي حاجتين. ان بابا دايما كان بيغني لي سلمى يا سلامة في كل عيد ميلاد او في كل مناسبة او اي حاجة. فانا كمان انا كنت بفرح، يعني اسمي بيتقال في اي مناسبة والناس كلها بتسقف لي، والايجو مليون بقى. ايوه فاهمة. انا كنت دلوعة بابا قوي. الله يرحمه. فالله يرحمه. فانا كمان كنت عايزه بنتي تحس بنفس الاحساس، فقعدت ادور على اسماء كتير ما لقيتش. فمين بتغني سلمى؟ داليدا بس. فربطتها من هنا. حبيبتي عندها كام سنه؟ 9 سنين. نور عيني. ربنا يخليها لك. ننط من بابا وماما والسبورت بتاعهم ان هم طلعوا بنت مش خايفه ان هي تخش مجال جديد ومجال ذكوري. طب النهارده المثل اللي انتي بتديه لبنتك داليدا، هي شايفه ايه؟ لا هي شايفه اللي انا بعمله ده، هي بتتباهى بيا في كل الناس، في الكلاس حتى امهات صحابها بيقولوا لي يعني احنا ولادنا بنخرجهم النادي، بنوديهم عند جدتهم. بنتك بتروح الصحراء، ولادنا شبطانين ان هم عايزين يروحوا الصحراء كمان. يا ريت خففي. هو انت ليه بتوديها الصحراء؟ خففي المغامرات شويه. بالظبط. هو انتوا بتعملوا ايه؟ قلت لها لا يعني داليدا بتنام بسم الله حبيبتي عليها في خيمه لوحديها، عارفه ازاي التولز ان انت تقوي الدور ازاي. فهي حتى هي متربيه من دلوقتي على الادفنتشر، المغامره، ان هي قويه، عارفه، مش مع احترامي لكل التربيات لكل الناس، مش طريه، عارفه ان هي تقعد قدام النار تشوي، تمسك حاجات، عندها ثقافه. التولز الاوت دور مختلفه عن الطبيعي. يعني بقى اللانش بوكس، الشنطه اللي مش عارفه ايه، لا يعني الحياه القاسيه. فهي لما اتشفت للحياه الطبيعيه النورمال، فتحس ان هي حاجه عاديه. فهو ده اللي بقوي فيها. وان هي فعلا ان هي حد كمان ديسيجن ميكر. هي جت قررت برضو، دي حد ما يعرفهاش خالص من الناس. انا لما جينا الامارات سنه 23، جت معايا في شهر 1، جت في شهر 7، 6 شهور قعدتها معايا في الامارات. مامي انا عايزه امشي. ليه يا حبيبتي؟ انا عايزه امشي، مش متاقلمه ومش عارفه، وعايزه ارجع لبلدي وصحابي واهلي وقرايبي. قلت لها متاكده؟ قالت لي قلت لها انت هتتحملي نتيجه القرار؟ انا اتربيت على كده، هتكوني مبسوطه لنفسك، قرار مش كويس لنفسك، ما تجيش ترفعي عليا سماعه التليفون وتقولي لي مامي تعالي خديني. اوكي؟ قالت لي اوكي، دان ديل. راحت المطار وسافرت لوحدها من غير ما تلف تقولي باي باي. كان عندها كام سنه؟ 7. واو. ديسيجن ميكر سوبر، ومتحمله القرار لحد دلوقتي.